طبعا عارفين ان وزارة المالية قررت تبكير صرف المرتبات بالنسبة لشهر فبراير. هل هيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان ولا لا؟ اكتر سؤال شاغل موظفين الحكومة اليومين دول، هناخد مرتب شهر فبراير بدري عشان رمضان ولا لا؟ خصوصا ان الشهر الكريم جاي بدري السنة دي والالتزامات فوق الدماغ. وزارة المالية كانت اعلنت عن تبكير موعد صرف مرتبات فبراير 2026 جوه الشهر نفسه. يعني بدل ما الصرف يبدأ في اخر الاسبوع الاخير من الشهر، هيبدأ من يوم 22 فبراير ويستمر لحد 28 فبراير لموظفي الوزارات والهيئات المختلفة. كل جهة ليها يوم أو اتنين حسب الجدول المعلن. الحسابات الفلكية بتقول إن بداية شهر رمضان 2026 متوقع ليها يوم 19 فبراير، مع التأكيد طبعا على إن الرؤية الشرعية هي الفيصل. يعني ببساطة رمضان هيبدأ الأول وبعدين المرتب هينزل بعد بداية الشهر بأيام قليلة، مش قبله يعني. ومش هيبقى فيه قبض قبل رمضان بفترة زي ما بعض الناس كانت متخيلة. الوزارة كمان موضحة إن في أيام مخصصة لصرف المتأخرات للي ما قدرش يقبض في ميعاده في آخر الشهر، عشان مفيش حد يطلع من الشهر من غير ما يكون واخد حقه. ده غير إن فيه هيكل مرتبات جديد نسبيا في 2026 على الدرجات المختلفة، بيبدأ من 6000 جنيه للدرجة الستة والخامسة، وبيطلع تدريجي لحد ما بين 12 و 13 ألف جنيه للدرجة الممتازة، قبل إضافة بدلات وحوافز. أما عن المنحة أو العلاوة الخاصة بمناسبة رمضان، فلحد اللحظة دي مفيش خبر رسمي أو قرار رسمي واضح بصرف أي منحة استثنائية. كل اللي موجود مجرد توقعات وتمنيات على السوشيال ميديا، لكن مفيش بيان من وزارة المالية أو مجلس الوزراء بيتكلم عن ده. الخلاصة المرتب مبكر جوه شهر فبراير، لكن مش لدرجة إنه هيتصرف قبل شهر رمضان. هتيجي وأنت بالفعل جوه أول كام يوم في الشهر. لو الحكومة قررت أي منحة أو دعم إضافي قبل رمضان، هيتم الإعلان عنه رسميا، وساعتها بس نقدر نقول إن في مفاجأة حقيقية للموظفين.